افتتحت جمعية آفاق لإدماج وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة مركزا للترويض الطبي بحي ديريدك بالعيون يستهدف الفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة. تقرير لحسناء بن أم العينين الداه يقربنا من الخدمات التي يقدمها هذا المركز. أسست جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة مركزا للترويض في فبراير 2014، ويحتوي هذا المركز على آلات ووسائل تمكنهم من خدمات الترويض الطبي لمختلف الفئات سواء الأطفال والشباب والمسنين. نحن الآن نتواجد بمركز خطوات للترويض الطبي التابع للجمعية، كما أنه استجابة لتطلعات ولا متابعة لاستراتيجية الجمعية في التقرب من هذه الفئات الهشة. يعني آثرنا أن يكون المركز داخل واحد الحي اللي هو معروف بالكثافة السكانية من أجل تقريب خدمات الترويض الطبي. ويعمل المركز على تنمية قدرات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاستعانة بمدربة من دولة الأرجنتين ومتطوع لمدة 3 أشهر من دولة كولومبيا. نخدم دريك 3 شهور اللي كاينه عند هذا الجمعيه. استعملوا مثلا هذا الكون باش يخرجوا ما يديروا مثلا يرفع يدك تدير حتى هذا في شي بلاصه. Coming here to help people to recover themselves from physical problems. So being here for at least 3 months, so helping them. We have many problems here with people with body sickness. So we are trying to do a good rehabilitation to them and helping them here in Layun. So I'm glad to be here helping people around. كما يعمل المركز على نهج استراتيجية تقديم الخدمات لفئات ذوي الدخل المحدود والفئات الهشة، ويتواجد بأحد الأحياء المعروفة بالكثافة السكانية من أجل تقريب خدمات الترويض الطبي لشريحة كبيرة بجودة عالية وبثمن منخفض.